مساء الخير عليكم، ورجعت لكم فيديو جديد وحوار جديد من النرويج الى مصر. والنهارده بصراحه راجعه بحوار يعني ايه غريب شويه، لان انا سمعت فيديو على الانترنت عصبني بصراحه. الفيديو ده كان بيتكلم على الفيلم اللي طالع جديد، فيلم الملحد. فكان المذيعه مستضافه اتنين، طبعا الاتنين دول كل الناس عارفينهم، واكيد الفيديو هينتشر بعد كده يعني. وبتسألهم على فيلم الملحد، فبيقولوا لها دول ناس عاديين، ناس عايشين في وسطين، ناس زينا زيهم. بس الاختلاف ما بينهم ان احنا عندنا عقيدة وهم ما عندهمش عقيدة. هم ليه في مجتمعاتنا عايزين يفرضوا علينا حاجات مش موجودة في مجتمعاتنا؟ يعني الحاجات دي موجودة هنا في اوروبا، اوكي، موجود الملحد وموجود اللي هو المثلي، موجود حاجات كتير هنا في المجتمعات هنا. بس هما مش طول الوقت مسلطين الضوء عليهم. هما ناس موجودة في المجتمعات، خليهم موجودين، لكن مش لازم نسلط الضوء عليهم. ليه بقى في مصر عايزين يبدأوا يسلطوا الضوء على الملحد، ويسلطوا الضوء على المثلي، ويسلطوا الضوء على فلان، ويسلطوا الضوء على علان؟ ليه؟ احنا طول عمرنا عايشين في مجتمعات عارفين ان ده حاجة ضد الطبيعة، يعني ضد الطبيعة. مش هقول ان هي حرام وغلط وكل الحاجات اللي هي الحقيقية اللي هي حرام وغلط وكل الحاجات دي، خلينا بعيد عن كل الحاجات دي. وبعدين انا مش ضد الناس دي حقيقي، مش ضدهم. انا بس كل مشكلتي ان احنا ليه في مجتمعاتنا مسلطين الضوء على حاجات عمرها ما كانت في مجتمعاتنا، عمرها ما كانت موجودة. حسين فهمي طلع يقولك الناس دي موجودين ولازم نسلط عليهم الضوء علشان هما موجودين في مجتمعاتنا. اوكي يا عم، خليهم موجودين، خليهم متنيلين، احنا نسلط عليهم الضوء ليه؟ يا جماعة انتوا لو انتوا يعني لو في مصر عايزين يقلدوا الغرب، وعايزين يقلدوا الناس اللي عايشين في اوروبا، وعايزين قلدوهم على الاقل صح، يعني قلدوهم بالطريقة الصحيحة. بلاش تقلدوهم التقليد الاعمى اللي ما بيوديش في اي حتة خالص خالص. لان انا شايفه كتير في الفتره الاخيره عندنا في مصر الناس عمالين يهبلوا ويقلدوا، بس مش عارفين حقائق عن حاجات كتير. يعني ما عندهمش الوعي الثقافي ان هم يخليهم زي الغرب. احنا ممكن نكون زي الغرب في حاجات كتير جدا حلوه، انا معاكم فيها، بس الحاجات اللي هي ملهاش لازمه خلوها على جنب، مش بتاعتنا، ولا عمرها هتكون بتاعتنا، مش موجودة في مجتمعاتنا، ولا احنا عايزينها في مجتمعاتنا. احنا عايشين هنا ومتقبلين كل الحاجات دي علشان يعني في الاول وفي الاخر احنا ما عندناش خيارات كتير غير كده. الموضوع ما يخصناش، دي بلدهم وهم حرين فيها. بس لما نيجي نتكلم على بلادنا بقى، بلادنا العرب وبلادنا المسلمين وبلادنا اللي مش عارفة ايه، خلينا عايشين زي ما احنا، يعني خلينا عايشين زي ما احنا. كفاية ان احنا طول الوقت مفتقدين زمان وايام زمان حاجاتنا بتاعت زمان وكل حاجة بتاعت زمان. فلما تيجوا تتفتحوا وتنفتحوا زي الغرب، يعني خلوها بس بحدود، يعني عشان على الاقل فكر الناس. يعني في ناس اللي طالعين جداد اللي هم الشباب اللي هيطلعوا اللي هو المستقبل، يعني لما يكون عندك طفل في البيت ويتفرج على فيلم الملحد، لان طبعا احنا عندنا في مصر مفيش حاجه اسمها الطفل ما يتفرجش على ده وما يتفرجش على ده وما يتفرجش على ده. احنا عندنا في مصر كله زيطه في هيطه يعني كده. احنا عندنا في مصر انا بشوف اطفال عندهم 8 سنين و9 سنين و10 سنين عندهم فيسبوك وانستجرام وطالعين يعملوا فيديوهات واهاليهم عارفين. كل ده زيطه عندنا في مصر، او عندنا في المجتمعات العربية. انا بشوف بنات صغيرين 9 سنين وعاملين فيديوهات مكياج ومش عارفة ايه وبلاوي بلاوي. يعني مفيش رقابة، مفيش رقابة. انتوا عارفين ان في استراليا دلوقتي تقريبا، في استراليا هيعملوا او عملوا قانون ان اي واحد اقل من 16 سنة، يعني لحد 16 سنة ما يكونش عنده اي اكاونت على السوشيال ميديا، اي اكاونت خالص. ده قانون، يعني الحكومة اللي طلعت القانون ده عشان يحموا الاطفال. احنا بقى عندنا في مصر زيطة زي ما انا قلت. عندنا في مصر لما بكون في مصر يعني
انا دخلت في حوار تاني، بس انا بتكلم ان احنا ما عندناش وعي ثقافي في كل حاجه، من فوق لحد تحت. من ساعه ما الاطفال بتتولد ما عندناش وعي ثقافي لاي حاجه خالص خالص خالص. احنا عندنا هنا الناس لما الستات لما بتحمل وانتي ما عندكيش وعي ثقافي بالحمل او بتربيه الاطفال او بيودوكي كورسات وبتاخدي كورسات ومش عارفه ايه، وبيدوكي حاجات كتير جدا، بيعلموكي طول الوقت في ال9 شهور حاجات كتير جدا جدا جدا. لكن عندنا ما عندناش الكلام ده. انا لما بكون في مصر اجازه ويكون معايا جوزي مثلا ونبقى ماشيين في الشوبينج، فيلاقي اطفال مثلا 3 سنين 4 سنين وعمالين يعيطوا الساعه 11 بالليل والساعه 12 بالليل، فبيسالني السؤال يعني دول بيعملوا ايه بره لحد دلوقتي؟ بس بصراحه مش بيبقى عندي اجابه. بس ده مش في مصر بس، ده في كل بلاد العرب. يعني لان انا زرت بلاد عرب كتير، وكل بالذات لما بتيجي عند الاطفال وان هم يبقوا بره لحد سنه، هنا مفيش اطفال. اطفال يعني الاطفال دي من سن سنه لحد 18 سنه، يعني قبل ما تتم 18 سنه انت لسه طفل. بس طبعا مع اختلاف الاوضاع واختلاف لما بتبقى توصل ل 13 12 13 14 كده، بيبقى الموضوع اختلف شويه. يعني بيبقى برضو بتنام بدري وبتصحى بدري وبتروح المدرسه وكل الحاجات دي، بس الموضوع بيبقى مختلف. لكن لما بيجي عند الاطفال اللي هم من سنه مثلا ل9 سنين او 10 سنين، لازم يدخلوا السرير في وقت معين، لازم يناموا نوم انف عشان لما يروح المدرسة الصبح يكون مركز في في دراسته، ويكون مركز في المدرسة، ويكون ولو هم شافوا ان في اي حاجة على الطفل ان هي مختلفة، ان هو متهيرد في المدرسة او مش قادر يركز، يعملوا تحقيق ويعملوا حكاية. احنا ما عندناش الكلام ده، ما عندناش الوعي الثقافي ده. فخلوا الاطفال يعني كفاية اللي هم فيه، كفاية اللي هم عايشين فيه، كفايه اللي هم طالعين فيه. لان هم مش بايديهم ان هم اتولدوا في المجتمع ده، هم مش بايديهم ان هم طلعوا ما يعرفوش الصح من الغلط. فبلاش كمان ان احنا نزرع في مخهم ان الملحد صح والمثلي صح بلاش يا جماعه، بلاش، خليهم زي ما هم. ده حتى دلوقتي في الغرب كمان في ناس كتير جدا مش بيحاربوا الموضوع، بس بيقولوا لك يعني اوكي لو انت كده انت في حالك وانا في حالي، بس مش لازم انا اكون مقتنع باللي انت مقتنع بيه. فبلاش احنا نقنع عيالنا واطفالنا والجيل اللي طالع جديد والمستقبل بتاع بلادنا بالافكار دي. ده كان الفيديو بتاعي النهارده، واستنوني في فيديو جديد وحوار جديد من النرويج الى مصر.